يا صباح الفل والجمال، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى أمة المسلمين أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة حلويات فاخرة. هنعمل كنافة بابلز. الكنافة دي يا جماعة حرفيا من ألذ وأجمل الحلويات اللي جربتها. هنعملها النهاردة بطريقة احترافية هتنافسوا بيها أشهر محلات الحلويات. الكيلو منها بره في إتوال والأبوار ب300 و400 جنيه. هنعملها النهاردة في البيت ب30 جنيه بس. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ من كيلو كنافة واحد عملت 100 قطعة بابلز. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وعمرها ما هتبوظ منكم أبدا. بس قبل ما أبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي أسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدأ. معايا هنا أول حاجة الحلة بتاعتي رفعتها على النار، وهنزل فيها بكوبايتين من السكر بالكوباية المعيارية، وهنزل عليهم بكوبايتين من المية بالشكل ده. وعلى نار عالية، وهبدأ أحرك في السكر، السيرب أو الشربات بتاعي. هبدأ أحركه كده تحريكة بسيطة من النص. وعلى نار عالية، وهسيبه لمدة 10 دقايق. ومعايا هنا نص عصير ليمونة هنعصرها عليه كده قبل ما يغلي أو أي حاجة يعني، بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهنا سبته لمدة 10 دقايق مش اكتر، انتوا بتحسبوا 10 دقايق على الموبايل. ومعايا هنا كمان معلقتين من الفانيليا السايلة او البودر، بس انا بفضل السايلة، بتدي ريحة وطعم احلى طبعا. ومعايا هنا كيلو من الكنافة دي انا سبتها، يعني جبتها النهاردة وحطيتها في الفريزر واشتغلت فيها تاني يوم. بيبقى تقطيعها سهل، وهبدأ اقطعها بايدي كده تقطيع بسيط. وبعدين هنزل بيها في الكبة، سوري. هنفرمها كده في الكب فرمة بسيطة عشان تبقى سهلة علينا في التشكيل. انا اشتغلت فيها على طول، ويفضل انكم تحطوها في الفريزر وتطلعوها تقطعوها تبقى سهلة معاكم جدا. وهنا ده شكل الكنافة بعد ما فرمتها في الكبة كده فرمة بسيطة زي ما انتم شايفين. بس الكبة بتسهل كتير قوي في التشكيل، ولكن الناس اللي مش عندها كبة تحطها في الفريزر قبلها بيوم، وبعدين يطلعوها يقطعوها تبقى فركها سهل عليهم جدا. ومعايا دلوقتي 4 معالق من السكر البودرة، ضفتهم على الكنافة بالشكل ده. وهبدأ اقلب فيها كويس قوي لحد ما نغلف كل فتفوتة فيها بالسكر البودر. ما نسيبش ولا فتفوتة غير لما نغلفها بالسكر البودر. انا هنا طبعا فضيتها في حاجة كبيرة عشان تبقى سهلة ان انا اقلبها، عشان الكمية كانت كبيرة. هو ده كيلو بس. نبدأ نغلف فيها كويس قوي، ما نسيبش ولا فتفوتة. المرحلة دي اهم مرحلة طبعا، مرحلة تغليف الكنافة بالسكر البودر. بتسهل علينا كتير قوي في التشكيل. شايفين ابتدت الكنافة تكمش كده على بعضها من السكر البودرة. نغلفها كويس قوي كده، نقعد نغلف فيها لمدة 2-3 لحد ما تلاقوها كمشت كده على بعضها وسهلة في التشكيل بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى غلفتها كلها بالسكر البودرة، وهنبدأ نشكلها من غير قالب ومن غير اي حاجة بالمعلقة المعيارية. اظن كل الناس عندها المعلقة المعيارية دي، ولو مش عندكم هاتوها، سعرها بسيط جدا ورخيصة قوي. وهنبدأ نحط كده جزء من الكنافة ونبدأ نسويها بالشكل ده، ونبدأ نعمل فراغ كده بصوابعنا في النص. هي متاخدش وقت ابدا، سهلة جدا وبسيطة جدا وهتظبط معاكم من اول مرة. نبدأ كده نعمل فراغ في النص بصوابعنا، وطلعتها بالشكل ده. ما شاء الله، شايفين مخدتش وقت خالص. وفي صينية بقى ألمونيا مش دهناها حاجة ابدا، وهبدأ ارص فيها البابلز بتاعي الكنافة. وهنعمل كمان واحدة بالشكل ده. هناخد كمية نحطها كده في المعلقة المعيارية، وهبدأ اعمل فراغات بصوابعي كده في النص
بضغط على الحروف قوي عشان تثبت معايا. انا مش هتكلم كتير، بس اسيبكوا تشوفوها انتوا بنفسكوا. انا بضغط في النص كده وبعمل فراغ في النص بصوابعي، وبعدين بطلعها من المعلقة بكل سهولة. وهنعمل كل الكمية بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. بحط كمية وابدأ افرغ في النص بصباعي. وهنا بقى ما شاء الله كنت خلصت كل الكمية بتاعتي، يعني ما خدتش تشكيل مني حوالي تلت ساعة ربع ساعة بالكتير قوي. شايفين ما شاء الله الكيلو طلع معايا كمية محترمة. وهبدأ بقى ادخلها دلوقتي الفرن، يعني ما سقيتهاش سمنة ولا اي حاجة. هدخلها بس الفرن كده تشد نفسها مع السكر البودرة. ما خدتش لون، هنا كنت خرجتها من الفرن يعني ما خدتش لون ابدا. سبتها لمدة دقيقة كده على الرف اللي في النص، بس شدت نفسها مع السكر البودرة. وفي المرحلة دي ما ينفعش ان وانتوا بتشكلوا الكنافة تحطوا لها السمنة ابدا ابدا. هنا بقى انا فكيت نص كوباية سمنة وعليهم ربع كوباية زيت، فكيتهم كده على النار، ما سخنتهمش ولا حاجة، فكيتهم بس. وهبدأ بقى انزل كده بحاجات بسيطة، ممكن بالفرشة بالمعلقة على الكنافة، على كل الكمية بتاعتي بالشكل ده. وهدخلها الفرن بقى لحد ما على الرف اللي في النص، لحد ما تاخد لون احمر كده من فوق وتستوي معايا. ودلوقتي بقى هنجهز لها الحشوة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين معايا نص كوباية من الزبيب وعلى نص كوباية من الفول السوداني، تشكيلة بسيطة جدا. ومعايا دلوقتي 3-4 معالق من الكراميل. انا كنت منزلة فيديو عندكم على القناة بتاعتي للكراميل. طريقة الكراميل طريقة سهلة جدا وناجحة قوي. وقلبتهم في بعض بالشكل ده. ودلوقتي بقى الكنافة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن سبتها حوالي 5 دقايق على الرف اللي في النص. استوت كويس قوي. شغلت عليها الشواية لمدة نص دقيقة. وطبعا يعني لو الفرن كويس ناره عالية مش هتحتاجوا الشواية. انتوا هتتابعوها لحد ما تاخد اللون ده وتستوي. ودلوقتي بقى هسقيها بالسيرب او الشربات بتاعي بالمعلقة كده على كل بابلزاية. وهنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. ودلوقتي بقى هنبدأ في الحشو بعد ما سقيناها بالشربات بتاعنا بالمعلقة كده، وتبدأوا تحطوا في الفراغ اللي في النص بالشكل ده. اظن مفيش يا جماعة اسهل من كده. حاجة جميلة قوي وسهلة قوي، بتبقوا حاسين انكم مبسوطين كده وانتوا بتشكلوها. وهنعمل دي بقى هنا بالكريمة. انا ما بحبش الكريمة ابدا بصراحة، يعني مش هكدب عليكم، بس هي اساسها الكريمة. في ناس بتحبها بالكريمة، بس انا فضلت ان انا اشكلها بالكراميل والمكسرات البسيطة دي، يعني الفول والزبيب. وهعمل دي بس وحداية بس بالكريمة. انا مش هاكلها ابدا. الكريمة دي مستحيلة عندي، من الحاجات المستحيلة. ولكن للناس اللي بتفضل الكريمة احشوها كريمة، ممكن كريمة ومكسرات، بس انا فضلت الكراميل والمكسرات. بس هي تنفع بالكريمة بالشكل ده في الفراغ اللي في النص. وابدأ اشكل. شايفين الجمال؟ مفيش اسهل من كده. وحاجة كده هتشرفكم في العزومات، حرفيا هتشرفكم ما شاء الله بقى. وهنا كنت خلصت كل الكمية بتاعتي. عملوا معايا 3 اطباق، يعني دي تسد في اي عزومة مهما كانت كبيرة. عملوا معايا 100 وحدة بابلز بس كده. شايفين الجمال؟ بصراحة يا جماعة هي بتتكلم عن نفسها، هي مش محتاجة كلام. ولا اكنكم جايبينها من اجمل وافخم محلات الحلويات. ومش مكلفة ابدا، اقتصادية قوي وسهلة وبسيطة جدا. بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.